الراجل ده هيجنني يا اختي على رأي الغنيوة. اعمل فيه ايه بس؟ اسيبه يفرس فيا يا اختي لحد ما اروح المنستان برجليا؟ اقربها يا حبيبتي من قيمة يومين، قاعدة في بيتي كافية خيري شري، قاعدة وبوزي في الاربع حيطان، شاربة المر 7 الوان، وشوية يا اختي ولا ايه داخل عليا ووشه بيضحك يا اختي، ولا على باله الغلب اللي انا فيه. الراجل يا اختي يشوفني مبوزة ومكشرة يقوم يعمل مش واخد باله ويقول لي مساء الخير يا بمبوز. حياتكم. ولا رديت عليه، رحت لو يا بوزي ومدياله ظهري، يقوم يا اختي الراجل يستهبل برضه ويقول لي الله، ما بترديش ليه يا بامبا؟ حياتكم. ولا رديت برضه، يقوم يا اختي الراجل يبص لي ويقول لي الله، بامبا مالك في ايه؟ مش عارف. حد يبقى قاعد ملوي ومش عارف ملوي ليه؟ اقول لكم الحق، لقيت ما بدهاش رحت طالعه فيه. تقدر تقول لي بقى حضرتك كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت في انت فاكرني عبد عندك؟ هو انت كنت شاريني بالمال الله يا الله 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 اخويا؟ الله، صبرك عليا شويه هفهمك كل حاجه. تفهمني يعني ايه افضل ملطوعه هنا لوحدي بين الاربع حيطان؟ ليه؟ من كتر الامل اللي انا فيها، من كتر ما انت مهنيني قوي يا اخويا. تلبيخ ده ايه بقى؟ اسال نفسك، انا زهقت. لا انا طهقت. الله يسامحك ياما، الله يسامحك يابا. الله الله الله، ايه داخل ياما وابا في دلوقتي في الحكايه دي؟ ايه داخل؟ هم السبب في الجوازه دي، هم السبب في الغلب اللي انا فيه ده. كان يوم كحلي يوم ما اتجوزنا. احنا كان يوم جوازنا كحلي يا بامبا؟ كحلي ده اكتر من الكحلي كمان. ايه يعني جنجاه؟ طيب يا بامبا متشكر قوي. والراجل يا اختي بدل ما ياخد ويدي معايا في الكلام ويخليني افش غلبي كله فيه، الاقيه راح داخل اوضته وقافلها عليه. هو انا يا اختي لا سمح الله حصل مني غلط؟ كل اللي عملته اني انا بساله كان فين. هو يا اختي السؤال حرم؟ حكم. لا والاكاده فضل لو بوزه لحد تالت يوم، ولقيت لك يا اختي نبويه بنتي داخله عليا. لا يا ماما، لا، انا زعلانه منك. الشر بره وبعيد. ليه يا اختي كفل الشر؟ بقى ابن حماده يايا ما تساليش عليه. وانا يا بنتي كنت بشم على ظهر ايدي، اعرف منين بقى انه بعافيه؟ ليه؟ هو بابا ما قالكيش؟ ده كان عندنا وهو اللي راح جاب الدكتور وفضل جنب حماده لحد جسمه ما استهدى ونام. عجايب. امال الراجل انكتم ليه يا اختي ولا قاليش؟ مش معقول يا ماما. طب هيخبي عليكي ليه؟ اقول لكم الحق، اتغلينت وغصت. بقى ابن بنتي يعيا ولا يقوليش، رحت داخله عليه من غير لا احم ولا دستور، عشان اتخانق وياه. يوم الراجل يا اختي يقول لي الله، هو انت اديتيني فرصه يا بامبا عشان اقول لك كنت فين؟ انا مش من اول ما دخلت رحت طالعه فيها زي المتريوز بكلامك اللي يعور ده. انا اتكلمت يا بامبا. الله، وانا كنت اعرف منين يا اخويا انت كنت فين؟ اصبري عليا شويه لما اقول لك، اديني فرصه اتكلم. انا قلت حاجه، انا عرفت اتكلم يا بامبا. مش تنزلي فيها تلبيخ من الباب للطاق وتغلطي فيا وتجيبي سيره بابي ومامي. احنا مالنا ومال المسائل دي كلها؟ مش تعرفي الحكايه ايه الاول يا بامبا؟ طب بس يعني هو حصل ايه؟ حصل كتير يا بامبا. شوفي يا بامبا، الراجل والست في كل بيت لازم بيحصل بينهم خلافات، واذا كان في كل زعله لواحده تلبخ وتكبر الموضوع في الصغيره والكبيره والهايفه، يبقى البيوت هتخرب يا بامبا. لازم الواحده العاقله تكون عاقله ولا تكبرش الصغيره يا بامبا. شوفي يا اختي الراجل، هو انا يا اخوتي لا سمح الله حصل مني حاجه؟ ولا يعني حصل مني حاجه غير شيختي كنت بساله اتاخر ليه؟ يبقى لسه زعلان وملوي على ايه بقى؟ والنبي يا اختي انا برضو اللي بكبر الصغيره ولا هو؟ لكن هقول ايه، ماليش بخت مع حد ابدا. يا عيني عليا.